قضي الأمر يا سادة، وانسدل الستار عن أبطال السوبر كوبا ألا وهم البرشلونيين الذين توجوا بأول الألقاب وعلى حساب الغريم الأزلي في سيناريو غير متوقع نهائيا، حيث شهدنا ضربا شديدا وأداء حميدا من الكتالونيين. وبالمقابل كان الغريم يتلقى الضربات واحدة تلو الأخرى دون أدنى ردة فعل إلى غاية الدقيقة 92 التي جاء منها الهدف الوحيد للرياليين عن طريق البنز. عن ماذا أتكلم يا سادة؟ عن روعة الأليخاندرو بالدي، أم عن براعة الملك الإسباني الجديد جافي، أم عن مهارة الموهوب بيدري، أم عن هدوء النحلة فرانكي؟ وسط الريال في مهب الريح، وتنظيم البارسا كان كتير منيح، وبشكل عام جميع البرشلونيين كانوا رائعين من أفضلهم إلى أسوأهم. الكل تألق في هذه المباراة، وهذا ما صب في مصلحة تشافي الذي كسب ثقة الإدارة والجماهير ما بعد هذا الفوز. وفي النهاية أردت أن أواسي حمدون بكلمات قد لا تشفي غليله، ولكنني سأحاول. حمدون، الموسم طويل وفريقك منافس على جميع المسابقات المتاحة، ولا يزال بإمكانك الفوز ب3 ألقاب، فلا تحزن ولا تبالي. حتى وإن أتاك عبسي يتشمت بخسارتك لا تستسلم، وارمي له آخر كروتك الحمدونية لعلها تشعره بالخجل وتحده عن النقاش معك لحين تحسن حالتك. أوضح حالك ببساطة وسهولة. إذا ناداك عبسي بأبو 3 لا تسكت وقل له يا أبو 8 يا أبو دوري أوروبي، وسيسكت فورا. هذه نصيحتي لك يا حمدون، أتمنى أن تأخذ بها، فهي فعالة ومجربة على عدد كبير من بني عبس. أما أنتم يا معشر العبابسة فمن حقكم الاحتفال بحدود المعقول، ولكن لا تذهبوا بعيدا، فأخانا في الإسلام حمدون يعيش أسوأ فترات حياته، فرفقا بمشاعره. كان معكم عبد الله سيوبر، مع السلامة.